كيفكم طيبين؟ ان شاء الله تبقوا رايقين. النهارده معانا فيديو هو جديد عليا بس مش جديد على اليوتيوب. الفيديو فكرته ان احنا تحدي هنقضي يوم كامل باللون الاحمر، هناكل ونلبس ونشرب باللون الاحمر بس، ولو هنشتري حاجه هنشتريها باللون الاحمر. فخلونا نبدا الفيديو، بس قبل ما نبدا ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، ويلا بينا. اول حاجه هنبدا بيها ان احنا هنروح السوبر ماركت عشان نجيب الاكل والسناكس اللي احنا هناكله طول اليوم. بس قبل ما ننزل نروح السوبر ماركت لازم نختار اللبس من الدولاب يبقى لايق على التحدي، فخلونا يلا نختار اللبس مع بعض. بصوا انا لقيت حاجتين مناسبين ان احنا نلبسه النهارده. فده اول حاجه، ده اللي احنا هنلبسه واحنا رايحين السوبر ماركت. وده بقى التاني بس عايز الكيو شويه عشان مجهد يعني. ده هنلبسه بقى واحنا رايحين مشوار. بصوا في حد انتوا بتحبوه جدا، الشخص ده هو جدتي. طبعا انتوا عارفين اول ما جده تظهر معانا في الفيديو يبقى في حاجه بقى تركه نوبي كده ظاهره في الفيديو. فمش هقول لكم على المفاجاه دي، هقول لكم عليها واحنا رايحين المشوار، بس خليكم معانا عشان هيبقى حاجه جامده جدا. بصوا ده زي ما قلت لكم ده اللي هلبسه واحنا رايحين السوبر ماركت. هو يعني احمر بس فيه شويه ازرق يعني، بس على ما اعتقد انه هينفع للتحدي، فخلينا نلبسه ونشوف. كده انا لبست، فيلا بينا على السوبر ماركت عشان انا عايزه افطر. السلام عليكم. الثلاجة فيها مية، قال انا جعان قوي قوي. اخدنا شيبسي وهناخد عصير، دول سناكس. فدلوقتي بقى محتاجين ناخد حاجه عشان نفطر يعني نتعشى بيها يعني، تبقى زبادي. دلوقتي جيت سوبر ماركت تاني عشان الدنيا ما كانش في فرايتي كتيره، ممكن اخد ده افطر بيه. قاعده بلف السوبر ماركت كله على اي حاجه لونها احمر تنفعني. بصوا جات لي حته فكره جامده جدا، جيلي ده لونه احمر واحنا بنعشقه اصلا في قشطه، هيبقى حلو قوي. بس ممكن للغدا نعمل سباجيتي، بس انا بستخدم النوع ده ايطاليانو او اللي هي روجينا، بس ده اصفر وده ازرق، فانا لقيت نوع كده مش عارفاه اللي هو ده. ماشي، هو الوحيد اللي لونه احمر، فخلينا نجربه. هاخد دي، هي فيها احمر واخضر بس انا هاكل الاحمر بس النهارده، الاخضر ناكله بكره بقى. احنا كده جبنا فطار وغدا وعشاء وسناكس في النص، فخلينا بقى نروح البيت ونشوف هنعمل ايه. خلينا نشوف جبنا ايه. لا عادي، دي ورقة الحساب بس. دي الحاجات بقى اللي جبتها، انا جبت يعني ايه بطريقة عشوائية إلى حد ما يعني، مش مكنتش مركزة قوي، بس كان كل اللي في دماغي ان انا اجيب حاجة افطر بيها وحاجة اتعشى وحاجة اتغدى. بس ايه هنعمله امتى لسه مش عارفة. هعمل حاجة في الفطار من بره خالص. كانت في وصفة كده عجبتني بالطماطم، بيض بالطماطم كده، كان شكلها حلو قوي ولونها احمر، فهتبقى مناسبة جدا للتحدي النهاردة. فخلينا نجربها وبعد كده نشوف بقى هنعمل ايه. هي وش المكرونة دي للغدا يعني، وش السناكس دي بقى هاكلها في النص و مش عارفة الصراحة. يلا بينا يلا بينا. بصوا الوصفة دي شفتها، فعشان نحضرها جبت طاسة سخنتها وحطيت فيها شوية زيت زيتون، وقطعت طماطم شرايح بالطريقة دي. ماشي، وبعدين هبدأ أرصها في الطاسة كده بالطريقة دي كده. أحط عليها بقى ملح، فلفل، احط كمان كمون، ده يعني مش محطوط في الوصفه بس انا بحبه عشان بحب طعم الطماطم وزيت الزيتون والكمون مع بعض. ويا سلام بقى لو في ريحان تبقى جامد. بصوا سبت الطماطم شويه كده دقيقتين 3 على النار، وهنا ده البيضه. ما تستغربوش من اللون قوي عشان انا حاولت افتكس عشان احطها لون احمر، فحطيت شويه صلصه بس هي ما دابتش قوي، فحطيت هوت صوص عليها فقلب اللون الاورنج ده شويه. بس بصوا ثانكيز جاد عندي طبق احمر فدخل في التحدي معانا. فهي خلينا نحطها بقى على الطماطم كده. ههدي النار عليها قوي بقى واسيبها كده وهغطيها لان احنا مش هنقلبها يعني، عايزه البيض يبقى استوى، اتاكد ان هو استوى على الاخر. البيض استوى اهو، فخلينا نقلبه بقى ونشوف شكله هيبقى عامل ازاي. ما عنديش طبق اللي هو المقاس ده احمر الصراحه، فاستخدم ده بقى خلاص. اتلسعت. 1 2 بسم الله. بس هو اتحرق ده ولا ايه؟ الجزء ده شكله حلو ورا البيض دخل تحت الطماطم عشان كنت قاعده بهز الطاسه كده. فخلونا نجرب ونشوف. تعال نجرب بقى الفطار مع بعض.
جميل جدا، تحفه. انا قلت طعم الطماطم هيبقى طاغي قوي، بس لا، طعمها حلو قوي قوي قوي. انا اعتمدت الوصفه دي. وانا بفطر ومستمتعه جدا وانا بسمع بقى وعماله باكل، راح هوب النور قطع ورجع لما خلصت فطار للاسف. اتسحلت مع اليوتيوب طبعا من فيديو لفيديو لفيديو لفيديو، فعدى شويه والله، حتى ما حسبتش عدى قد ايه، يعني ممكن ساعه ونص ساعتين كده. فخلونا نروح نجيب سناك كده نجربه مع بعض. اختار ايه اختار ايه؟ ده، عشان ده ما جربتوش قبل كده، وده برضو ما جربتوش قبل كده يعني، بس انا دلوقتي عايزه حاجه حادقه، فخلينا نجرب ده. تعالوا نشوف طعمه ايه بقى مع بعض. بسم الله. هو المفروض ان هو مولع نار، يعني هو مش سبايسي خالص. خلونا نجرب واحده تانية ونشوف. لا، مش سبايسي، سنه بسيطه، وطعمه مش حلو اصلا يعني. اللي هو الفوكس اللي انا كنت جايباه التاني ده احلى بكتير. دلوقتي بقى اصلا ما فاضلش وقت كتير ان انا انزل، فتعالوا اقول لكم احنا رايحين فين. دلوقتي احنا عندنا عريس في العيله، فجدتنا هتروح تحنيه، فهاخدكم معايا بقى واوريكم هتعمل الحنه ازاي وهنحنيه ازاي وكده. هشرب ده بقى وبعد كده اقوم اجهز عشان ننزل. Two hours later. خلصنا. صلاة النبي عمر محمد زين مكي ورب ليها الحنة. بسم الله الرحمن الرحيم. دي ايه بقى يا جدة دي؟ سرتية ربها يا يم السرتية سخنت يا نزودها ماي. بسم الله حنا ربنا الحناني يا بسم الله الرحمن الرحيم. كده مش هيتحنى ضغط لسه بالليل هنتخمر. احنا بنخمرها دلوقتي يعني؟ هنخمرها. دي حنة حلوة شكلها. ربنا الحناني بيد اليادي ونحط فيها الشمع بقى بالليل ويا يوم الزخاريت والدنيا الهايص. يا صلاة النبي يا صلاة النبي. حنة حلوة. بصي عملت لون في ايدك ما شاء الله. حلوة. وبنحط السراتية دي امتى بقى؟ السراتية دي هتحطيها ده لك هاخدتها. انت بتحني العريس بقى يا جدة، بتغني بتقولي العريس وانزغرت العريس الزفن وليه عروسته مودنه فرحتي فرحة أمه. العريس في حيشانه محلى لف الشيشان بسهر الليل عشانه. وانا يا ليلى ابشر ليلى طيب يا ليلى يا ليلى طيب يا ليل. العريس الزفن لعروسته مودن فرحتي فرحة أمه عينا ليلى فرحتي فرحة أمه. العريس في حيشان محلى لف الشيشان وانا بسهر الليل عشانه. العروسة بهنيها ورب حن وحنيها من الجمال الفوقيها بسهر الليل جنبيها. عينا بتزودتي الحنة دلوقتي عشان ندي للناس؟ طبق بحاله. خدت الدعمات ويتحنن وكل. وفي الهدايا الناس خلي بيتنها دي هتبقى لين سودة. يعني بنحطها وننام بيها عشان تبقى لونها غامق. سودة تصبح على صلاة النبي. حنتها حلوة. الحنة دي بتبقى على وش العريس صح؟ وش العريس والله وش سمح يا عم. دي بقى السرتية. سرتية دي بقى بتعمل ايه؟ اللون يبقى حلو
وترسمي بها زي ما انت عايزة يعني، تخططي بها في الرسمات. بصي، يا صلاة النبي. اغمقت لما حطيت السراتية جدا. يا صلاة النبي يعني. بصي ما شاء الله ايدك اصلا، والله العظيم من الربان. انت اتحنيتي خلاص. من الربان. من الربان. وانت الربان ده يا جماعه اللي هو يعني بتعجن الحنه. نعجن الحنة. يعني يرب الحنه. اللغة دي بقى نوبية. نوبيه. يرب الحنه يعني يعجن الحنه. يعجن الحنة. العريس الزفن لعمار الزفن لعروسته مودن وفرحتي فرحة أم يا ليلى طيب يا ليلى. بصوا ده من الربان. من العجن يعني. من العجن. وده لما توعد بقى وكده تبقى حنة بقى في منتهى جمال سودة حلوة قوي. ايوه هيبات بيها. هنعملها بالليل بإذن الله. بصوا بقى في الغدا عملت مكرونة ريد صوص بالفاهيتا والزيتون، وقطعت طماطم وبصل احمر. والطبق الفاضي ده هعمل فيه ايه؟ استفاد بقى، مش هنحمر بطاطس طول ما احنا عندنا شيبسي، فهنحط كده كده. يبقى حضرنا الغداء اللي باللون الاحمر. دلوقتي بقى هو كان عدى حبة ساعات حلوين من ساعة لما جدة عملت الحنة، بس احنا ملحقناش بقى نقعد نتحنى هناك او نتحنى مع العريس، واضطرينا نرجع البيت. روحوا شوفوا الانستجرام، ما تنسوش تعملوا لنا فولو، هتلاقوا بقى صور الخطوبة وصور الحنة بتاعة العريس وصورنا وكل حاجة، فاعملوا لنا فولو على الانستجرام. ما صورت لكمش الغدا برضو عشان كنا مستعجلين، وفي سبب تاني مهم. انا كنت بدأت اصور، ولكن وانا بكرمل السكر وجيت حطيت الصلصة عليه حصل بص انفجار، معرفش ايه اللي حصل، فاخدت الكاميرا وطلعت اجري يعني وخلاص، وقررت ان انا مش هصور، مش هكمل تصوير. فدلوقتي اخر اليوم خلاص، مش قادره اكل حاجه تانية خالص، وهتعشى حاجه خفيفه قوي. الجيلي، عملت الجيلي قبل ما انزل وبرضه عملته اوف كاميرا، ودلوقتي بقى هتعشى بيه وخلص اليوم على كده هيبقى خلص. فلو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، والفكره لو عجبتكم قولوا لي اجرب بقى ايام تاني بالوان ايه. وعلى فكره الفيديو ده من كومنت حد من الفانز هم اللي كانوا كاتبين لنا، فلو عندكم افكار اكتبوا لنا في الكومنتات وهنعملها. بس كده، اشوفكم في فيديو جديد، سلام.